Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik bagi saya sendiri, yaitu tentang sidangnya Ustadz Abdul Somad di tahap yang ketiga, yaitu S3 Doktor di Afrika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana suasana sidang kalau Ustadz Abdul Somad yang diuji oleh orang lain. Jadi kita akan melihat video ini, durasinya kurang lebih sekitar 12 menit videonya. Jadi bagi teman-teman semua, kita akan melihat videonya. Bahasa Arab semua. في صفحة 240 إن الله قد أجاب أمتي أن تجتمع على ضلالة أورده الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان كلاهما. الحافظ في اللسان طبعا يقول مرة كلام الحافظ الذهبي، يعني يقول أورده الذهبي في الميزان ويكفي. هو أصلا لما يجي عادة يقول انتهى هنا بعد كلام الحافظ من هذا، وما أظن يكون كرر مرة. ممكن يعني ممكن يضيف عليه أو لك كذا. الثالث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، رواه ابن ابي شيبه في مسنده. ايوه. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس عن ابي بكر عن موسى بن عبيده عن عبد الله بن عبيده عن ابنه سعد بن ابيها عن ابنه سعد عن ابنة سعد عن أبيها. ابنة سعد. عن ابنة سعد عن أبيها. الحديث هذا قد يكون في صدر غلط من الشيخ، هو ليس في عند ابن أبي شيبة، وإنما عند عبد بن حميد. فتحاول تتأكد أنه قد يكون في يعني يلزمك تتأكد أنه أنا ما وجدت في المصنف ولا في مسند ابن أبي شيبة، فيلزمك أنك إذا هو في ابن أبي شيبة تحدد محله وين، وإلا فتعلم بأنه هو سبب طلب من الشيخ، والحديث أخرجه عبد بن حميد بذات الإسناد، وأخرجه البزار موافقا له عن يوسف بن موسى عن أحمد بن عبد الله بن يونس، وأخرجه محمد بن نصر بعيد اليدين، لكن أحمد أنا طالب أنه تتأكد أنه فعلا أنا بقول أنه ما في مصنف ابن أبي شيبة، فأنت تتأكد بعد ذلك تحمل كلام الشيخ رضي الله عنه. في صفحة 247 آخر سطر من حديث يوسف بن عطية عن ثابت وهو قاضي. والله أنا يأتي على ظني وأنها وهو قاصر، يوسف بن عطية قاصر، وهو قاصر مصنع، لكن راجع تحتاج إلى مراجعة. في أشياء أنا بخليها بعدين تلقى مر على صفحة أشياء خفيفة، لكن أكيد في صفحة و61
رواه الإمام أحمد. رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. أيوة. قال الهيثمي. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جماعة لم أعرفه. أنت هنا في حالة اللي بيقدرك تشوف الإسناد الطبراني وتشوف إذا كان حاجة فاتت على الحافظ الجليل أبي بكر الهيثمي، يعني تحاول تترجم له إنه فعلا ما معروفين أو معروفين. أيوة. 275 ما بين ذلك أشياء خفيفة ترجع للحلة، يمكن إذا تكون خفيفة. دي في قال الحافظ بن حجر العسقلاني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني. نعم. أنت في ابن حبان هذه عملت حاشية والتخريج كان من ابن ماجه، فإما وجدت في ابن حبان توضح ذلك، أما عدولا من ابن حبان إلى ابن ماجه هذا يعني يربك القارئ أو لا يقنع القارئ. 287 يلا فيها توسيع، أنا أوضح لك توسعه. 289 من تعلم علما مما يلتقى به من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا. والله أنا أتصور هنا تصحيح عرضا العين مهملة وليس العين غرضا من عرضا تجد في الأصل نفسه يعني هكذا. من 93 أقرأ لي السطر قبل الأخير وواصل طوالي. وقال في الفتح أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسنه الحمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها. طيب كيف حسنه حمزة الكناني وضعفه؟ كلام هذا لا يستقيم. حسنه وضعفه أنا ما فاهم هذا. ضعفه ثم حسنه لكن هذه نتيجة يعني أنا بفتكر إن إحنا بحاجة إلى أن يا جماعة ما أي كلام نقراه نمشيه. هذه نتيجة في النسخ كثيرة جدا مطبوعة في الفتح والخطأ فيها نفس الشامل. أنا وحالي تصورت أن الخطأ في الشاملة كما هو معروف لدينا بأن الشاملة فيها أشياء مشكلات كثيرة جدا وفيها سقوطات وفيها تصحيحات وفيها أخطاء كثيرة، لكن رجعت حتى على الطبعة السلفية نفس الكلام. لكن عندي أحسن نسخة لفتح الباري هي نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد التي وفق فيها بين رواية أبي ذر الهروي التي شرح عليها الحافظ رضي الله عنه الصحيح وطبعا فسقط عنده سقطت كلمة عند عبد القادر وضعفه عنده. وفي نسخة أخرى جيد من نسخة المطبوعة وضعفه غيره، فالسقط هنا أتى بهذا الإشكال. أنا بننتهي هنا ونعمل أن الناس يعني أهل الحديث هم أكثر الناس يعني تعبا في ذلك. 302 أيضا خطأ طيب تجاوزوا وتلقوه مبين. 305 أيضا مبين لك المطلوب. 310 311
دون أن نبين لك المطلوب، كلها أشياء سبقت الإشارة إليها والمطالبة بها. لكن في 311 في السطر الثاني وقال الإمام محمد طاهر المقدسي رواه سليمان بن زيد الأسدي. وقال الإمام محمد في سقط عندك ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي. محمد بن طاهر المقدسي 318 ختم المؤلف رحمه الله بذكر تاريخ كتابته. أيوة. وكان الفرار من ذلك بعون الله وتوفيقه في 13 من شهر جمادى الثانية سنة 1418. ومتى توفي الشيخ؟ متى توفي رحمة الله عليه؟ 1366. فده لعله يكون تاريخ الطباعة. تنتبه إلى هذا. أيضا يعني هو وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات تعزز الكلام ده بالنظر في الإسناد سبقا وكفى ذلك. 334 332 نتجاوزها وبين لك فيها 334 أيضا نتجاوزها نفس الشيء سبق الإشارة إليه. 341 أيضا سبقت الإشارة إليه. 360 طيب. روى الإمام البوصيري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسبك من الليل مرتين. هو الإمام البوصيري طبعا مخرج وليس راوي. الإمام البوصيري هو مخرج وليس راوي. فشوف الطريقة دي كمونية وشوية قد يكون راوي، لكن هنا الخبر رواه عبد بن حميد والبزار بسند الحسن، وهنا يعني استعمل التخريج. 372 Oke. Sepertinya ini ada lanjutannya, tapi yang saya dapatkan hanya 12 menit saja ini. Bagi teman-teman yang ingin mengecek langsung bagaimana suasana yang telah direkam oleh orang lain, bisa mencek. Misalnya yang saya pakai ini adalah ID Ustadz. Ini adalah channel ID Ustadz. Silahkan teman-teman subscribe channelnya. Jadi saya melihat pada sidang doktor ini yang dalam durasi 12 menit ini, saya melihat posisinya hampir berdekatan antara yang disidangkan dengan yang menyidangkan ini, yaitu para penguji. Jadi para pengujinya sekitar ada berapa orang? 3 orang dengan Ustadz Abdul Samad yang berbaju hitam dengan kopiah keindonesiaan itu berada di depan para penguji, menyampaikan materi-materi, menyampaikan mengoreksi, mencatat hal-hal yang dikoreksi oleh para penguji. Saya melihat ini ada banyak sekali yang dikoreksi itu berkaitan dengan hadis sebenarnya. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis. Karena Ustadz Abdul Samad ini, Ustadz kita yang satu ini adalah Ustadz yang mendalami di bidang hadis. Jadi kuliah di Darul Hadis di Sudan, Maroko. Ini sekarang sudah di Sudan, di Afrika. Semoga beliau bisa mencapai ke tahap yang lebih tinggi selanjutnya, pada tahapan profesor.
Semoga kita juga akan mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti langkah-langkah untuk mencapai gelar-gelar yang baik ini. Jadi saya melihat ini ruangnya sedikit sempit yang diambil gambarnya, berbeda dengan di tempat kita, khususnya di UIN Araniri yang untuk sidang terbuka doktor itu lebih besar. Namun yang kita lihat bukan pada ruangnya, tapi pada bagaimana suasana sidang doktor kalau di Afrika atau di Sudan. Mungkin untuk video kali ini hanya sampai di sini saja. Jangan lupa teman-teman berkunjung ke channelnya Ustadz Abdul Samad, yaitu Abdul Samad Official, Ustadz Abdul Samad Official. Silahkan subscribe channel Ustadz Abdul Samad, karena channelnya itu channel yang harus kita lihat setiap harinya. Mungkin nanti kita akan mereaksi ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Samad walaupun berjam-jam lamanya. Nah, untuk teman-teman, jika video ini memberikan informasi yang baru kepada teman-teman, silahkan tekan subscribe-nya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berikan informasi untuk reaksi video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.